انطلاقه من قسنطينه والجزائر العاصمه بمناسبه اليوم العالمي للمتطوع. راه معنا جمعيات وراه معنا متطوعين ما شاء الله. راح ننطلقوا اليوم ان شاء الله في قسنطينه والرجوع يوم السبت باذن الله بعد تجمع في قاعه قسنطينه باذن الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هيا ميرسي. ميرسي. سي الرئيس ربي يرضى عليك. السلام عليكم، صباح النور. من قسنطينة نحييكم بمناسبة اليوم العالمي للتطوع المصادف يعني يوم 9 ديسمبر 2023. في هذه اللحظات يعني كما قال يعني الرئيس والقدوة تاعنا رئيس المكتب الولائي الأمين الولائي لولاية قسنطينة للهلال الأحمر الجزائري، الذي يعني نشكره جزيل الشكر والتقدير يعني منذ تنصيبه على رأس الهيئة التنفيذية للهلال الأحمر لولاية قسنطينة. أعطى طبعة ونفس جديد للهلال الأحمر لولاية قسنطينة، بحيث يعني يشهد له الجميع، ونحن يعني فاعلين في المجتمع المدني نشهد له بذلك. يعني الحمد لله يعني النتائج كانت يعني جد إيجابية بعدة نشاطات، أي جل النشاطات الذي يعني قام بها منذ تنصيب على رأس المكتب الهلال الأحمر في ولاية قسنطينة، منها الدخول المدرسي يعني آلاف المحافظ والمآذن والمعدات يعني المدرسية اللوازم. ناهيك عن ذلك نعود إلى الموضوع يعني أيها السادة المتتبعين. الانطلاقة من ولاية قسنطينة يعني في هذه اللحظات يعني تحت إشراف السيد الناصر عمر رئيس الهلال الأحمر لولاية قسنطينة، بحضور يعني كل منتسبي الهلال الأحمر، ونحن كذلك ما نقولوش كجمعية أو لجنة تصعيد الجمعية كمنتسبين يعني لزاديرون الهلال الأحمر الجزائري، ولنا كل الشرف يعني بنكونوا مع الهلال الأحمر يعني كمتطوعين. الانطلاقة راح تكون يعني بعد لحظات يعني بحيث توفرت زوج حافلات. التعداد البشري حوالي ما يفوق يعني 60 شخص، الوجهة مباشرة إلى الجزائر العاصمة. المبيت هناك بالإقامة الجماعية غدا صباح على الساعة 9 صباحا إن شاء الله بالقاعة البيضاوية قاعة عرشة، بحضور يعني التجمع بمناسبة اليوم العالمي للتطوع والعودة غدا مساء إن شاء الله. بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، قاطرة قسنطينة تنطلق اليوم صباحا إن شاء الله نحو القليعة للحضور الاجتماع الوطني بمناسبة اليوم العالمي للمتطوع، ونحن إن شاء الله لها. إن شاء الله. الله. اليوم العالمي للتطوع، وربي ان شاء الله احنا كمكتب ولائي للصحه والشؤون الاجتماعيه بحضور الاعضاء والاطارات كامل مع التنسيق مع الهلال الاحمر الجزائري، وبحضور السيد بن ناصر رئيس الولائي للهلال الاحمر، وحضور الرئيس الوطني الوطنيه كريم دوبلي منين السيد كوتي عجاب، وبحضور الاعضاء للهلال الاحمر الجزائري. نتشرفوا ان نكونوا حاضرين في اليوم العالمي للتطوع وغدوة 9 ديسمبر ان شاء الله. معليش الرئيس كلمة برك. تفضل. ونحن سنشارك بصفة ديزاديرون متطوعين بالهلال الأحمر، الذي أسدينا يعني تعليمة إلى كل المكاتب الولائية للجنة الوطنية للصحة والشؤون الاجتماعية 24 مكتب ولائي للالتحاق بالمكاتب الولائية السادة المشرفين على الهلال الأحمر بالولايات، باه من أجل يعني انضمام كمتطوعين في الهلال الأحمر. يعني العمل راهو نفس الشيء في اللجنة كالهلال، ولكن احنا شرفنا باه يكونوا جميع الإطارات على مستوى الوطن للمنتسبين للجنة باه يكونوا في نفس الوقت منتسبين يعني كمتطوعين في الهلال الأحمر، من أجل يعني عدة فوائد، منها يعني تجسيد أو يعني تأدية دورات تكوينية في الإسعافات الأولية. لما لا يعني نكونوا جميعا يعني نسندوا وننتمي إلى الهلال الأحمر، اللي هو يعني راهو باين يعني بارز ميدانيا يعني في كل كبيرة وصغيرة الكوارث الطبيعية تلقى الهلال الأحمر الجزائري هو الذي يعني يهب الأول في الميدان.
يعني وبارك الله فيكم. وتحيا فلسطين، المجد والخلود لشهدائنا الابرار الجزائر وفلسطين الابيه. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. تربية